اهلا ومرحبا بكم اخواتي في فيديو جديد لنهار اليوم. الفيديو تاع نهار اليوم جيتكم بالفطير. كامل نحبوا الفطير. واليوم جيتكم به، يعني فطير يتفتت كيما الكاطو، فطير الكاطو، حاجه نشربوا بها القهوه، انك ديرها لوليداتك قبل ما يخرجوا من المسيد، يعني كي يجوا يسيبوك دايره حاجه للقهوه. كامل الاطفال يحبوه. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا، لا تنساو الاشتراك في القناة ودعمي بالشام، ونبداو الفيديو تاعنا على بركة الله. اولا نجيبو سميد، يعني كما راكم تلاحظوا سميد رطب كما راكم تشوفوا. جبت انايا، عبرت بهذا الكاس اللي راكم تشوفوا فيه، عبرت 5 كيسان كما راكم تشوفوا، 5 كيسان. ودرت يعني سمن، نص كاس تاع سمن او زبده كيما تحب الاخت، سمن ولا زبده كيما راكي تشوفي. نحطوا السمن تاعنا بجيه كيما راكي تشوفي، سمن ولا زبده، ونخلطوا السميد تاعنا هذا 5 كيسان، يعني العبر اللي تعبري به تقعدي تعبري به حتى لتالي. شوفي ونجي ندير كميه تاع ملح، يعني الملح اذواق كيما راكي تشوفي. نديرو الملح ونزيدو ثاني مغرفه تاع سكر، تحبي ديري سكر تحبي تستغناي عليه، لكي الاختيار. ونخلطو كامل النواشف هذو نتاوعنا كيما كي تشوفي، كيما راكي تشوفي الاخت. نخلطو كامل النواشف نتاعنا، ونجو نديرو السمن تاعنا ولا الزبده، ونزيدو له شويه زيت، يعني تزيدي له شويه زيت كيما راكي تشوفي. يعني الكاس ما ناشيح نعمره، كاس غير 2 صباحتين. نفرغوا السمن تاعنا، يعني نفرغوا كامل الزيت، الزيت والسمن تاعنا اللي غلتناهم مع بعض على السميد تاعنا، ونسيو ان نخلطو بيدينا كيما نخلطو المقروط، يعني تسيي تدخلي كامل هذاك السمن والزيت في السميد تاعك كيما راكي تلاحظي فيا. راني انايا ندير كيما بهذه الطريقه، بهذه الطريقه. وهنايا درت 5 كيسان تاع سميد كيما قلت، الكاس اللي تعبري به، يعني غرفيه ولا كاس تعبري به تقعدي تعبري به. كل اخت باش تقدر تعبر هنا. ومن بعد نجيب الماء، نعبر الماء 2 كيسان تاع ماء، راح تديلي 2 كيسان تاع ماء. هنايا نسيو انه نديرو الماء نتاعنا. هنا المقطع تاع الماء راح لي، يعني كيما كنت ندير في الماء راح لي هذاك المقطع، يعني ما صبتوش. شوفوا هنايا تسيي بعد ما ديري لها الماء انك تلمي العجينه نتاعك بهذه الطريقه كيما راكي تشوفي. يعني المقطع اللي درت فيه الماء صبتو ما كاش، دات لي 2 كيسان تاع ماء، 5 كيسان تاع سميد ب2 كيسان تاع ماء. وبعد ما لميتها درت انايا 3، قسمتها على 3، تقسميها على 3 كوايرات متساويين، يعني انك سيد انك ديري 3 كوايرات. ومن بعد نجو نشكلوها دوائر خبيزات، نديرو شويه زيت، وندو الخبز الاولى، حنا جاونا 3 خبزات، ونبداو نخبزو ونشكلو في الخبزات تاعنا. وفي نفس الوقت راهو الطاجين تاعنا يسخن، يعني الطاجين تخليه يسخن واحد 10 دقائق حتى يسخن معك. اما مليح مليح الطاجين، نخلو الطاجين تاعنا يسخن سوا سوا. هنا بعد ما تخبزي الخبز تقدري انك ديريها 4 خبزات غير صغار كيما تحب الاخت، يعني والخشن تاعها يكون كيما هكا. وباش ترفديها اللي ما يعرفوش يرفدوها، تقدري انك ديريها على ورق الطهي وترفديها به وديريها في الطاجين تاعك كيما تقدري تصغري لها الحجم تاعها. هنا درناها في الطاجين، ورحنا نخبزو في الخبزه الثانيه نتاعنا كيما راكم تشوفوا. يعني رحت نخبز في الخبزه الثانيه تاعي، والخبزه الاولى راهي طيب في الطاجين. يعني سيي انك كي ديريها في الطاجين ثقبيها بالفرشيطه من الفوق شويه باش ما تديلكش فقاعات، ثقبيها بالفرشيطه. هنايا قلبتها، شوفوا
طابت الخبزة تاعي الاولى، نجي ندير الخبزة تاعي الثانية ونروح نخبز الخبزة الثالثة. كيما راكم تلاحظوا الخبزة الثانية تاعي راهي طيب، وثقبتها بالفرشيطة في الطاجين. وهنايا شوفوا بعد ما طابوا الخبزات تاعنا، شوفوا كيفاش يجوا ولا اروع، يعني يجي كيما الكاطو، يعني يجي فطير الكاطو. انا سميته بفطير الكاطو لقيباش يتفتت كيما الكاطو، ويوالم غير مع قهوة حليب في هذا البرد. شوفوا كيفاش يجي فطير سخون، يعني احسن من الكاطو. اولادنا راهم ياكلوا الحلو بزاف والشيكولات بزاف، لازم نديروا لهم حاجه شويه تكون صامته. يعني هو حلو، تقدري انك ديري السكر في العجينه وتقدري تستغني على السكر. شوفوا كيفاش يجي معانا يتفتت غير وحده، يعني شوف كيف راهو يتفتت، شحال يدير فتات يتفتت يجي كيما الكاطو. الأخوات اللي أول مرة يشوفوا قناتي نتمنى أنهم يشتركوا في القناة باش يوصلهم كل جديد على القناة تاعي. والأخوات اللي مالفين يشوفون فيديوهاتي نقول لهم مرحبا بكم ودمتم أوفياء. شوفوا كيفاش يجي معنا، كم تلاحظوا يعني يجي بنين بنين بنين. وتقدري انك ثاني ما كان عندك سميد تاع قمح تقدري انك ديريه بسميد القمح، كيما تقدري ديريه بسميد العادي. وهنايا درت قهوة حليب، انا نبغي القهوة ما نبغيها شوية قهوية هكذا مايلة الكحولية، ما نحبهاش بيضة. وهاوينا الفطير تاعنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش يجي شهي يا الاخوات، يجي شهي البنات. نتمنى في الاخير انه الفيديو تاعي يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديوهات قادمة ان شاء الله، ومع السلامة.